غنحتاجو 2 بصلات مشلضين كبار، مشلضين لقطع رقيقه. عندنا 2 فلفلات مقطعين قطع صغيره. عندي هنايا الصدر ديال 2 كيلو ونص ديال الدجاج. عندي الشعريه الصينيه اللي انا فزقتها في المطايب وقطعتها قطع بحال هكا. عندي شامبينيون حتى هو فزقته في المطايب وقطعته قطع صغيره. عندي زلافه ديال الفرماج احمر، 4 ديال الدروس ديال الثومه، عصير حامضه، حامض مصير، نص حامضه مصيره مقطعه قطع صغيره، 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، معلقه ديال مطيشه ديال الحك، كاس نص كاس ما بين زيت البلديه وزيت الروميه. عندي الشوميه او الحاره، كاين معلقه كبيره من صوص الصوجا. بالنسبه للعطريه عندنا سكينجبير، الابزار، شويه الخرقوم، ملحه، عطريه ديال الحوت وضمه ديال الحوت. عطريه ديال الحوت البنات ديال البسطيله راه هي كتباع عند مول العطريه. غنبداو على بركه الله. غنشد البصله والفلفله، غنزيد عليهم الملحه، شويه ديال الابزار. انا دائما البنات ما كنديرش العطريه في الاول. غنضيفو مطيشه ديال الحك، قزبر ومعدنوس، حامض مصير، ثومه، عصير حامض، والزيت، زيت الروميه وزيت البلديه. غنحط الكل على النار. ودابا بعد ما تشحرت لي البصله والفلفله ديالي غنزيد عليها الصدر ديال الدجاج وغنبدا نحرك 1-2 دقائق. ومن بعد غنضيف لها العطريه وضمه ديال البنه، كنحركوا المكونات. غنضيف لها الهريسه كتبقى على حسب الرغبه نتوما ما بغيتو. وغنضيف معلقه ديال صوص الصوجا. غنخلطوا المكونات ونخليهم يتشحروا مزيان على نار اللي هي مجهده باش ما تطلقناش الماء. حنا بغينا الحشوه ديالنا تجينا ناشفه. صافي بعد ما تشحرت لي الدجاج ديالي ها هو بدا كينشف. دابا غنزيد عليه الشعريه الصينيه وغنزيد الشامبينيون نوار، ولا بغيتو تضيفوا شامبينيون بلون حتى هو راه كيجي زوين. غنخلطوا المكونات كاملين تتشرب لنا داك الشعريه الصينيه العطريه مزيان مزيان وينشف لنا الحشوه تماما من الماء. هنا كما شفتوا البنات انا ما ضفت حتى قطره ديال الماء، راه غير البصله والفلفله كيطلقوا الماء ديالهم. صافي غنخليهم حتى يتشحروا. هنا بعد ما تشحرت لي الحشوه ديالي كامله غنخليها حتى تبرد. ودابا البنات بعد ما بردت لي الحشوه ديالي تماما ضفت عليها الفرماج وشديت الورقه ديالي كما كتشوفوا. غنحيدوا لها الحواشي. هانتوما البنات كما كتشوفوا انا حيدت الحواشي ديال الورقه. ها هي الورقه ديالنا كيفاش دايره، رائعه. المهم غنشدوا الجهه اللي هي حرشه، هي اللي كتكون في الوسط على الشكل هكا. انا بغيت البسيطلات ديالي يجيوني مربعين. غنشد واحد القطاعه غندير فيها شويه ديال الحشوه في الوسط، وغنلف عليها. كنلفو على شكل مستطيل في الاول، ومن بعد غنجيبو الجانب الاخر بحال اللي كنديروا الطريقه ديال المسمن البنات. حنا كنجمعوه وحنا كنديروا شويه ديال الدقيق والماء باش يلصق لنا الورقه ديالنا. صافي هكا غنجيب الورقه الثانيه غنكمشها من الوسط ديالها
وغنديرو شويه ديال الدقيق في وسط البسيطله ديالنا، وغنجيبو داك الورقه وغنبداو نقادو فيها على شكل بابيون، وكنجمعو من التحت باش نحصلوا على داك التكميشات. كنجيبو واحد طريف من الورقه على شكل مستطيل، نديرو شويه ديال الدقيق في الوسط وغنجمعو باش نحصلوا على بابيون. الشكل ديالها كيجي رائع البنات. غنكمل البنات بنفس الطريقه حتى نكمل الورقه ديالي كامله. ودابا غندوزو باش نعملو الشكل الثاني اللي على شكل كميميسه. كنديروا شويه ديال الحشوه في وسط الورقه، كنبقاو نجمعوه على يدينا كما كتشوفوا، نجمعوه مزيان مزيان، وكنزيروا الكميميسه ديالنا مزيان، وكنحاولوا اننا نشكلوا شكل ورده، وكنجمعوا بطريف ديال الورقه. ما نزيروش البنات الورقه باش ما تقطع لكمش. ها نتوما الا بان لكم داك الورده ديالكم كبيره بزاف تحاولوا تقدوها من التحت شويه وصافي. الشكل اللي هو كيجي رائع وسهل وبسيط، والمنظر ديالو كيجي زوين. هانتوما كندير شويه د الحشوه، يعني 2 معالق د الحشوه كتجيكم في البسيطله هي هذه، كتجي البسطيله ديالنا متوسطه صافي. هانتوما كنجمعها نزيرها باش نحصل على شكل كميمسه، وكنجمع الطريف ديال الورقه صافي، وكنقاد الوريضه ديالي. هانتوما البنات انا ساليت البسيطلات ديالي، ها هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع صافي. غنبدا دابا نصايبهم في البواطه باش غنحطهم في الكونجيلاتور. هانتوما كنشد واحد البواطه، كنبدا نستف فيها البسيطلات ديالي، كنديروا الطبقه الاولى وكنفرقوا ما بين كل طبقه وطبقه ببلاستيكه. كما كتشوفوا انا كندير لهم السلوفان باش ملي نحطهم في الكونجيلاتور ما يشموليش الريحه ديال الكونجيلاتور. كنضغطوا عليهم مزيان، كنسدوهم كذلك. البسطيلات اللي هما على شكل كميمسه حتى هما غنديرهم بنفس الطريقه، وكندير لهم حتى هما السلوفان، وكنغطي البواطه ديالي مزيان مزيان. وملي كنحتاجهم طبعا انا كنخرجهم مباشره كنديرهم في الفرن. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. والى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده على الجميع. باي باي، بسلام عليكم ومبروك عواشركم.